الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم أحبابي الكرام سوف نتكلم حول قصة بائعة الكبريت. في قديم الزمان كانت هناك فتاة صغيرة فقيرة تبيع الكبريت، وفي رأس السنة خرجت هذه الفتاة لبيع أعواد الكبريت، حيث كان الجو شديد البرودة والأمطار تتساقط بغزارة. شعرت الفتاة بالبرد والجوع الشديد، ولكنها خافت من العودة إلى المنزل من دون بيع أعواد الكبريت حتى لا يعاقبها والدها القاسي على ذلك. وبعد مرور وقت طويل شعرت الفتاة بالإرهاق الشديد، فجلست في زاوية بعيدة لإيواء نفسها من المطر، فحاولت أن تدفئ نفسها بإشعال أعواد الكبريت، فبدأت تشعل الأعواد الواحد تلو الآخر. وفي هذه الأثناء بدأت باستذكار جدتها الطيبة التي كانت تعاملها بلطف وحنان، وتمنت لو أنها تراها من جديد وتعيش سويا وتأخذها معها إلى السماء. تخيلت الفتاة جدتها تحتضنها بين ذراعيها وتأخذها هناك إلى السماء، فلم تعد تشعر بأي برد أو جوع أو حزن، فقد توفيت بائعة الكبريت وعثر مرة على جثتها في زاوية بجانب الطريق، فأشفق الجميع على الفتاة وشعروا بالحزن لفراقها. هنا نكون قد انتهينا من هذه القصة، وإلا قصة أخرى مقبلة إن شاء الله.